بعد أن كانت مهنة قيادة سيارات الأجرة في السودان حكرا على الرجال، ها هي الظروف الاقتصادية الضاغطة تدفع ببعض الفتيات للعمل فيها. سماهر ذات 22 عاما والطالبة بكلية طب الأسنان واحدة ممن قررن خوض التجربة على سيارتها الخاصة، فالعمل كسائقة سيارة أجرة كما تقول يغطي مصروفاتها الدراسية، بل ويتيح لها مساعدة أسرتها بدلا من الاعتماد عليها. بلد ماشية كل يوم في زيادة، فالحاجة دي ما بتكفيني أنا كبيت كده، ما بتكفيني ولا احتياجاتي الخاصة. وفي نفس الوقت أنا مضغوطة وأهلي مضغوطين وباقي الأهالي كلهم مضغوطين وكده، فأنا قررت إنه أنا أعتمد على نفسي في الحاجة دي. لا تضع سماهر علامة على سيارتها تميزها كسيارة أجرة تجنبا للمضايقات أو التحرش كما تقول، فهي لا تحمل سوى السيدات ولها زبائن يتعاملون معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف. فكرة جميلة جدا، ويعني لأنه في بنات كتار بتتعرضوا للمضايقات، حتى يعني واحدة اضطرت تطلع في وقت متأخر وأكيد ما حتلقى أمجاد أو حتخاف إنها تركب مع زول ما بتعرفه. بتحافظ على خصوصية البيت، يعني لما تكوني راكبة بتكوني مرتاحة أكثر. ويبدو أن النظرة للفتاة في المجتمع السوداني قد تغيرت، وذلك من خلال ولوجها لكثير من المهن التي كانت حكرا على الرجال في السابق. نظرة المجتمع للبيت اتغيرت خالص، يعني بقت البيت يعني مساوية للولد تقريبا، بقت أفضل منه يعني في الظروف اللي هسه نحن عايشينها. بالذات المرأة السودانية يعني بتفكر سريع وبتنتج سريع، ما زي الولد. فكرة وظيفة سائقة التاكسي في الشارع رغم حداثتها إلا أنها راقت للكثيرات، لأنها بنظرهن تمنحهن مزيدا من الأمان. قيادة السيدات لسيارات الأجرة في الخرطوم فكرة متى ما وجدت الدعم فإنها ستوفر فرص عمل لا بأس بها للفتيات في بلد يعاني شبابه وشاباته من البطالة وانعدام فرص العمل. طارق التجاري، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.